آه، قلت بالمقدمة أنا إنه في ناس عرفتك لأنه هيفا هي أختك. أنت شو بتقولي للناس؟ أول شي أنا مرتاحة. مم. ماني مهايبرة بس مرتاحة. أي. غير هيك شو بدي أقول للناس يعني ما فهمت السؤال. أوكي. اليوم مثل أي صبية حلوة بتسعى للشهرة. في يعني أبواب كثيرة للشهرة للوصول. أنت اخترتي عالم الإعلان والأزياء لتكوني قدام الناس بالصورة اللي أنت اخترتيها لنفسك. هيدا هو الباب الصحيح بتفتكري إنه اللي أنت اخترتيه تتوصلي للناس؟ بس هذا السؤال مش نفسه اللي سألتني. لا هلا حنوصل له. أوكي. بالنسبة لعالم الشهرة والأزياء سبق وقلت لك لأني حاربت عم بتحدى هالحرب. مين حاربك؟ الناس مفكرين إنه قدروا يشوهولي سمعتي وقدروا يخفوني فعم فرجيهم إنه لا. طيب واللي شايف انه انت اسمك وصل لانه هيفا هي اختك، شو بتقولي لهم؟ هذا رأيهم. بدك تحترمي آراء الناس. هيفا شو قدمت لك؟ قدمت لي الأذى بس؟ ما كانت منيحة معك أبدا؟ يعني أنت إذا منيحة مرة وقبيحة 100 مرة شو الفرق؟ طب البعض بيقول إنه هيفا ساهمت بدفع أقساط الجامعة لرولا، يعني كانت عم تساعدها ماديا كثير، وقفت حدها كثير. اي فأنت هون ما بعرف أنت اللي بتقدري إنك تصححي هالشيء للناس. أوكي عندك دليل؟ هيك عم بيقولوا مش أنا اللي عم بقول. طيب بيقولوا. الله يرحم طارق الجفالي. طارق الجفال اللي كان الجفالي اللي كان خطيب هيفا. كان. طب اليوم كيف تنظري لهيفا وهبة؟ تنظري لها كنجمة، تنظري لها كأخت، تنظري لها كإنسانة غريبة عنك، كيف تنظري لها؟ تيتا هيفا هذا أول شي بنظر لي إنه صارت نجمة مطفية. بتقولي إنه انطفت؟ طبعا نجمة مزبوط، نجمة بس مطفية. بعدين سيرة هيفا يعني صار شي ديمودي. ما خلينا ما نحكي عن أخت، نحكي عن فنانة وصلت للناس وما فينا ننكر إنها فنانة جماهيرية. يعني أوكي أنت يمكن ما بتشوفيها مطربة، بتشوفيها ممثلة، ما بتشوفيها ممثلة بتشوفيها امرأة جميلة، كيف بتشوفيها؟ in the meantime هيفا نجمة مطفية، موضوع صار ديمودي expired. خلص يعني مش ماشي بالسوق. هيك هذا اللي عم شوفه. تحسي الناس تعاطفت معك ولا مع أكتر؟ لايك في ناس عم تقبض مصاري من هيفا، في ناس عم ترشق، وهذا كان بالزمان. هلأ ما في يعني هالقوة مثل زمان. هل صحيح في دعوة متبادلة بينك وبينها؟ لا في دعوة من قبلها هي بس. شو بتقول هالدعوة؟ قدح وذم وتشهير. وانت التزمتي بشو؟ بعد ما طلع حكم. ما طلع حكم. عم بتطالب بحبسي. عم بتطالب بحبسك؟ طيب وإذا هالشي شو عم تعمل؟ وكيل محامي يدافع عنك؟ ايه طبعا. ولا لحين يصدر الحكم انت قادرة تحكي لي بدك اياه وتصرحي للإعلام بكل شيء، صح؟ هلا يعني أنا ماني حابة إنه كيف افشلك. بس هيفا منا بحساباتي. ولا حتى كأخت؟ إنه خلص ما بحس تجاهها شيء. نيل. مين أحلى أنت ولا هيفا؟ ما فيك تقارني وحدة يعني بعمر هيفا فيي. بدك تقارنيني ببنات من جيلي. بس إنه هيفا حلوة صبية. صبية؟ أي. قد عمرها؟
شو بدك بالعمر؟ ما هم هي صبية. ايه، بس انه هذا على ما يبدو عليها انها بعدها صبيه فتيه. اوكي، انت يمكن لانه بتشوفيها بالصورة، انا بعرفها. في فرق، كل انسان عنده نظرته الخاصة. هي اكبر منك بقد ايه؟ 16 سنة. وانا من مواليد ال 84. من عمرك كله. ميرسي. طيب، في حدا قال لك انه بتشبهي شوي هيفا؟ لا، بشبهوني لملكة جمال العالم الهندية. والكاميرا مين بتحب؟ ممكن انت تكوني ممثلة مبدعة بس الكاميرا ما تحبك، بتعملي فيلم تدفعي بلوى اعلانات ويفشل او ينمنع. مثل فيلم هيفا يعني؟ ما ذكرت. حطيت انا اكزامبل. اوكي.